اختار 5 احلام اللي حلمت بها ما تحكيها لحتى شي واحد واخا يكون مفسر الاحلام، لان التفسير ديالها خايب بزاف بزاف. فانت الا حكيتيها للناس وفسرها لك شي واحد كون على يقين انها غادا تحقق وغادي توقع عليك حاجه خايبه بزاف، سواء كانت هاد الحلمه ليك انت ولا لغيرك. وهذا الشيء ماشي عن فراغ وانما باحاديث نبويه اللي غادي نشوفوهم كاملين في الاخر ديال الفيديو. نبداو بالحلمه الاولى اللي هي ان ترى الميت ياخذ احد افراد البيت وينصرف به خارج المنزل. يعني ملي كتشوف شي ميت دخل عندكم من الدار وخذ لكم واحد من العائله وخرج به لبرا. بغيت ناكد لكم اخوتي بلي التفسير ديال هذه الحلمه هذه خطير بزاف، فما تحكيوها لحتى شي واحد الا حلمتوا بها، وكيف ما قلت لكم واخا يكون مفسر الاحلام. والحلمه الثانيه والاخطر على الاطلاق سقوط الاسنان في المنام، سواء حيدتيهم من براسك سواء تحيدوا بوحدهم. فالله يرضي عليك الا حلمتي بهذه الحلمه هذه ما تقولها لحتى شي واحد، حيت راه غادي توقع عليك حاجه خايبه بزاف ما غاديش توقعها. والحلمه الثالثه اللي هي رؤيه الطبل والمزمار والرقص وحضور الافراح في المنام. فإلا حلمتي بانك في شي عرس ولا في شي قاعه فيها المزمار وفيها الطبل وداك الشيء كامل، فكون على يقين ان هذه اخيب حلمه ممكن تحلم بها. والاخطر من ذلك انك الا حلمتي بانك في العرس ديالك والعروسه ما كتشوفهاش. كدواء مثال بالنسبه للبنات، الا كتحلمي بلي انك في العرس ديالك والعريس ما كاين، فهذه اخطر حلمه ممكن تحلموا بها في حياتكم. والحلمه الرابعه اخوتي هي اشتعال النار في المنام في اي مكان، سواء في دارك سواء في دار غيرك، سواء في حانوتك سواء في حانوت غيرك، سواء في شي حاجه ديالك انت سواء في شي حاجه ديال غيرك. فهذه اخيب حلمه ما تقولها لحتى شي واحد. والحلمه الخامسه واللي هي لدغه الثعبان في المنام بشرط انك لا ترى انك قتلته. بمعنى الى عضك الحنش، يعني الا حلمتي بانه عضك الحنش وهرب وما قتلتيش في نفس اللحظه، هذه اخيب حلمه والتفسير ديالها خايب بزاف. ولكن الا حلمتي بانه عضك وقتلتيه في نفس اللحظه، فهذه يمكن لك تعاودها للناس، يعني هي حلمه زوينه بزاف. كاع هادشي اللي قلت لكم اخوتي صحيح 100% بشهادات بزاف ديال المفسرين وبشهادات احاديث نبويه شريفه، واللي من بينها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الرؤيا معلقه في عقب طائر فاذا اولت وقعت. وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكرهه فإذا قام فليدفل على يساره 3 ثم ليستعذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان الرجيم، ثم لا يحدث بها أحدا أبدا فإنها لا تضره إن شاء الله. صدق رسول الله. هنا ينتهي الفيديو، فإلا استفدتي دير معك واحد لايك وبارطاجي مع أصحابك باش يردوا البال، والدال على الخير كفاعله. سلام.